في نوع كده من المجامله عند المصريين اسمه انا كنت عايز اساعد بس موتت الراجل بالغلط. استنوا، دي مش نكته، ده فعلا حصل. في استقبال احد المستشفيات دخل شاب في مقتبل حياته حادث سير، وهو راجع من شغله راكب الموتوسيكل بتاعه عربيه خبطته. طبعا الناس اتلمت، الاولاني بيصور، التاني بيزعق، والتالت بيجري عليه يشيل من دراعه، والرابع يقول لك انا واخد كورس من كفر زبطوط المعيز وعارف انا بعمل ايه كويس. طبعا المسكين وصل للمستشفى بانزلاق غضروفي واصابه في العمود الفقري، مضاعفات ما كانتش موجوده اصلا. يعني اتخبط ايوه، بس اللي كسر ظهره اللي كانوا بيساعدوه مش الحادثه. النيه الطيبه من غير وعي زي سكينه في الطفل. الموت مش دايما بيكون بسبب الحوادث، احيانا بيكون سببك انت كمنقذ. انت اللي فاكر نفسك منقذ، بس 3 ثواني، 3 ثواني بس وسببت له شلل رباعي. اي نعم، اي نعم المصاب اتكتب له عمر جديد ولكن على كرسي متحرك. كلنا عايزين نكون ابطال، بس محدش عايز يبقى واعي. مش كل اللي بيجري بينقذ، احيانا الجري بيكون اول خطوه في نعش المصاب. انا كريم وهنتكلم النهارده لو شفت حادثه تتعامل ازاي. بس في البدايه اعمل لايك وفولو وتعالى اقول لك. طيب لو شفت حادثه تعمل ايه؟ اول حاجه اتاكد ان المكان حواليك امان، بمعنى انه مفيش عربيه جايه سريعه تفرمك او سلك كهرباء واقع فتتكهرب، مفيش تانك بنزين حواليك هيحولك لذكرى. لو في خطر ابعد، انت مش بطل خارق، انت انسان. لو المصاب مش فيه خطر مباشر عليه زي نار حواليه او عربيه جايه عليه، سيبه مكانه، ما تشيلوش وما تحركوش سنتي واحد، لانك لو حركته حركه واحده غلط كفيله انها تكسر عموده الفقري وتشحنه على كرسي متحرك اللي باقي من عمره. فاكر انك بتساعد؟ يمكن، بس ساعد بوعي هيكون افضل. وخليك فاكر لو لقيت جسم غريب داخل في جسم المصاب او بقايا زجاج ايا يكون فين مكانها ما تشيلهاش. مهم جدا تسيبها زي ما هي، لانك لو شلتها ممكن تعمل له نزيف داخلي مميت في ثانيه وانت مش حاسس. سيب الحاجه مكانها، غطي حواليها بلفه خفيفه واحميها من الحركه. اللي بيشيل البقايا او بيشيل اي حاجه او اي جسم غريب داخل في جسم المصاب المسعف، الممرض، الدكتور، وانت ولا واحد من دول كلهم، فسيبها مكانها، ما تجيش يمتها. انت بس كل اللي عليك انك تغطيها بحاجه خفيفه عشان تحميها من اي حركه. طبعا اثناء ما انت بتعمل الخطوات ديت هتتصل بالاسعاف، ولكن بعقلانيه مش بهرجله. مش هتزعق في الناس اللي حواليك ويلا يا جماعه حد يتصل بالاسعاف، لا، هتحدد شخص بعينه، انت يا فلان اتصل بالاسعاف، رقمها 1 2 3 او على حسب الرقم الموجود في كل دوله. هنا في مصر رقمهم 1 2 3. دوت هيبقى افضل للمصاب، لانه انت لو قلت في العام يلا يا جماعه حد اتصل بالاسعاف كل واحد يعتمد ان التاني اتصل، لكن في الحقيقه محدش هينقذ المصاب لان كل واحد معتمد ان التاني هو اللي اتصل. فلما تتصل بالاسعاف اتصل بعقلانيه وليس بهرجله. وطبعا لو المصاب بتاعك بينزف هات اي حاجه نظيفه، شاش، تيشيرت، طرحه، واضغط بيها على الجرح. لو المصاب مش واعي بس بيتنفس حطه على وضع الافاقه زي ما باين في الصوره. الوضع دوت بيمنع لسانه ان هو يسد مجرى التنفس وبيخلي نفسه يمشي لعند ما المسعف يوصل له. لو كنت ناوي تديله ميه او عصير وهو مغمى عليه اوعى، السوائل ممكن تخنقه خصوصا لو فاقد للوعي او واعي بس في اصابه في الفم او في الوجه عموما. افتكر كويس النيه الطيبه مش كفايه، الجهل مش عذر، المساعده مش بطوله لو كانت عشوائيه. عايز تساعد ساعد، بس لما تبقى فاهم، غير كده اوعى تمد ايدك. مش كل لمسه انقاذ بتنقذ. في النهايه لو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك ودول بالصحه وراحه البال. سلام.